مسمار جحا من نوادر جحا المتداولة. الحكاية بدأت لما كان جحا عايز يبيع بيته، بس كعادة جحا لازم يحط بصمته في أي حاجة بيعملها. جحا ما كانش عايز يبيع البيت كله، كان عايز يسيب لنفسه جزء في البيت يملكه. أثناء بيع البيت طلب جحا من المشتري إنه يسيب المسمار اللي في الحيطة وما يشيلوش. وبعد بيع البيت بكام يوم راح جحا للمشتري. المشتري سأله عن سبب الزيارة، قال له أنا جاي أطمن على المسمار اللي في الحيطة. الراجل رحب بيه وأكرمه وأطعمه، بس الزيارة طالت والراجل اتحرك طبعا إنه يقول له قوم، لحد ما اتفاجئ الراجل بجحا بيفرش على الأرض وناوي ينام. الراجل سأله متعجب إيه اللي بتعمله ده يا جحا؟ رد جحا بهدوء هنام في ظل مسماري. وفضل جحا على كده يوميا، يختار وقت الغدا ويروح للراجل ويعمل نفس القصة، بعد ما ياكل ينام في ظل مسماره. يوميا بيعمل كده لحد ما الراجل زهق وساب له البيت وهرب. ومسمار جحا ده فضل حجة لجحا لدخول بيته القديم حتى بعد ما باعه.